السلام عليكم ورحمة الله. أنا جي لكم فيديو جديدة اليوم. على ما يبدو وزير الخارجية وزير الداخلية تاع فرنسا، هكذا وزير الداخلية تاع فرنسا جاي للجزائر، جاي يزور عصابات السلطة في الجزائر بطلب منهم، معناها هما اللي طلبوا انه يجي. اولا شيء غريب، وزير الداخلية ماشي وزير خارجية. نورمالمون وزير الخارجية هو اللي تعامل معاه دولة أجنبية على فرنسا. نورمالمون وزير الخارجية هما استدعوا وزير الداخلية، مع انه وقع خلاف كبير بيناتهم ويضلوا يسبوا، هما يسبوا عبر ابواقهم، هذيك الجرائد تاعهم تاع لي فويو، جريدة الخبر فويو، هما ما يصرحوش علنا، يخرجوا يسبوا كما نهار دونالد ترامب عمل مشروع قرار هذيك الامم المتحدة تاع مغربية الصحراء، وبنجامع هذاك ما فوطاش كونتر، وبعد خرجت الخبر ابواقهم يقولوا علاش ما عندكش جرام تاع الرجوله وفوتي كونتر وروح واجه دونالد ترامب وقول له اني كونتر، اني كونتر، انا راني ضد. ما خايفين منه ومن بعد يخرجوا ابواقهم تاع الصحافه. وهذا بين قوسين احنا يهمنا اليوم تاع فرنسا. دوكا نحكي لكم واحد الحاجات مهمة جدا وحقيقية جدا، اسمعوا مليح. الخلاف اللي عندهم مع فرنسا، عصابة السلطة، الخلاف اللي عندهم مع فرنسا، اسمعوا مليح. على بالكم كاين بزاف ناس ما انتبهوش لواحد الامر، هذا الامر هذايا معناها امر مهم جدا. اسمعوا مليح، عصابات السلطة الحالية علاش ما يتفاهموش مع فرنسا؟ دوك نروحوا نقطة بنقطة. علاش العصابات السلطة الحالية ما يتفاهموش مع فرنسا؟ سمعوا مليح واش قلت الحالية، عصابات السلطة الحالية، لأنه نتوما تعرفوا باللي كاين أولا عصابات في السلطة، ماشي عصابة واحدة، وكاين عصابات سابقة وكاين عصابات حالية. أنا قلت عصابات الحالية تاع السلطة في الجزائر ما يتفاهموش مع فرنسا. علاه؟ صح. تعرفوا العصابات هادو الحالية في السلطة كيفاش جاو؟ منين مصدرهم؟ كيفاش وصلوا للسلطة؟ هاد العصابات الحالية اللي في السلطة في الجزائر هادو عبارة عن بلطجية دي فويو، كاين منهم اللي كانوا في السجن، كاين منهم اللي كانوا مبحوث عنهم، كاين منهم اللي كانوا يبيعوا في الدروغ، كاين منهم اللي كانوا قتالين، كاين اللي كانوا مجرمين خطيرين. هادو شاركوا في العشرية السوداء، نهار كان يتم قتل الجزائريين ويتم المذابح وتعذيب الجزائريين، وكامل اللي قتلوا 250,000 ولا أكثر من الأبرياء. هذه الناس هادو شغلتهم العصابة السابقة، جبدوهم من الحباس، رفدوهم من الشوارع، كاين اللي كان عنده ملف بحث مبحوث عنه عيطوا له قالوا روح خدم معانا، وكاين منهم اللي كانوا يمسحوا الصباط العصابات السابقة. ولكن دوك انت تسألني سؤال، راك تشوف فيا تقول لي سؤال، علاش قلت المشكلة تاع العصابة الحالية مع فرنسا؟ في اختلاف كبير بين العصابات الحالية اللي حاكمة في الجزائر والعصابات السابقة الحاكمة في الجزائر وتعاملها مع أسيادها الفرنسيين. دوك انت تقول لي وش هو هذا الاختلاف في التعامل؟ دوك نقول لك وش هو. الجزائريين كلهم يعلمون أنه بعد الاستقلال الجزائر حدث فيه كثير انقلابات في الجزائر، وهذوك الانقلابات كانت وراءها فرنسا، وحطت بعض ضباط جزائريين كانوا ضباط في الجيش الفرنسي، منهم اللي كانوا حركة يخدموا مع فرنسا ضد الجزائر،
ومنهم اللي فرنسا بعثتهم للاندوشين فيتنام يحاربوا مع فرنسا، وكي رجعوا فرنسا حطتهم في السلطة في الجزائر. صح. هذوك العصابات السابقة احتكوا بالفرنسيين وتعلموا من الفرنسيين طريقة التعامل مع الدولة الفرنسية. وش معناها؟ معناها هذوك نجبد لك أمثلة تاع أسماء من العصابات السابقة، اللي هو العربي بالخير، ولا خالد نزار لعنة الله عليه ما في زوج، ولا نقول لك أنا يا شكون بتشين، ولا شكون تاني يزيد زرهوني، ولا شادلي بن جديد، ولا هادو كانوا ضباط في الجيش الفرنسي باش تكونوا عارفين. وكاين منهم اللي كان في مدارس عسكرية فرنسية مثل خالد نزار. دونك هادو فرنسا لما حطتهم هادو من العصابة السابقة، قلنا سمعوا مليح السابقة والحالية. هادو العصابات السابقة اللي حطتهم فرنسا في السلطة في الجزائر باش تنتفع من خيرات الجزائر، وباش تجيب صفقات من البترول والغاز والذهب وصفقات تجارية مع الجزائر كامل، وضعتهم في السلطة وتعطيهم في الأوامر. هادو العصابات السابقة كانوا يعرفوا يمسحوا الصباط، كما يقولوا لي فرنسي il savait caresser dans le sens des poils. فهمت؟ وش معناها سافي كاريسي دون لو سونس دي بوال؟ اللي ما يفهمش الفرنسيه يعرف يمشط في اتجاه الشعر. عباك ملي انت كي تكون تمشط العود ولا اي حيوان وكنت تمشط له عكس اتجاه الشعر تاذيه توجعه يعضك ولا يعمل حاجه. ولكن كي تكاريسيه في اتجاه الشعر يتلذذ. فهمت؟ دونك هادوك العصابات السابقه اولا كان تكوينهم فرنسي، وكانوا يعرفوا يسافي كاريسي دون لو سونس دي بوال، وكانوا يعرفوا يمسحوا الصباط، وكانوا يعرفوا يتعاملوا مع الفرنسيين. ما كانوش يستعملوا معاهم الطريقه العنيفه ولا الطريقه تاع المواجهه ولا الطرق معناها البلطجيه اللي يستعملهم العصابات الحاليه. حاجه ثانيه، هذوك العصابات السابقه كانت عندهم حاجه اسمها كورتوازي، دبلوماسي، كيما بوتفليقه، كيما يعرفوا ils savaient amadouer les Français, ils savaient comment obtenir leurs besoins. فهمتوا؟ كانوا يعرفوا يتعاملوا مع فرنسا. وعلى ذلك ما عملوش تجريم الاستعمار منذ 65 سنة، ولا مرة واحد فيهم جرأ يعمل تجريم الاستعمار، مع انه فرنسا قتلت لنا ملايين من الشهداء وعملت جرائم وكمان ما حبوش يعملوا. كانوا يعرفوا كيش يتعاملوا. كي جات العصابة الحالية، لأنه الآخرين أغلبهم ماتوا، العربي بالخير مات، خالد نزار مات، بتشين مات، يزيد زرهوني مات، ماتوا. دونك شكون اللي شد السلطة؟ شد السلطة العصابة الثانية اللي كانت عبيد تاع العصابة الأولى، تاع العصابات السابقة. هذو كانوا عبيد عندهم. ولكن الفرق وين؟ الفرق أنه العصابات الحالية كما كانوا مجرمين وكانوا يقتلوا في الشعب وكانوا في الجبال وكانوا إرهابيين وكانوا في الحبس وكانوا في الشوارع يبيعوا في الدروغ وكانوا بلطجية وكانوا دونك نشأوا في بيئة تاع عنف وبيئة تاع شتم وبيئة تاع سبان وبيئة تاع رخص وبيئة تاع طحين وبيئة. دونك فرنسا ما قدرش تتعامل معاهم، ما قدروش يتأقلموا مع التعامل مع الفرنسيين. ما وش داروا فرنسا بداو يملوا منهم وتصرفاتهم الغبية. اوكي. والحق يعني الحق المشكل الذروة تاعو، وما بداو واحد المشاكل بسيطة من قبل، ولكن الحق المشكل ذروته كي بدات حرب اوكرانيا والعصابة الجزائرية كانت تلعب على الحبلين مع الروس ومع الأوروبيين باش تبيع الأوروبيين، تبيع لهم الغاز وتطلب الحماية من روسيا رمات لهم الماء، روسيا بسقت عليهم وأعطات يعني أعطت الدليل وأعطت لهم الإشارة باللي أنها تخلت عليهم يوم ما
كانوا طلبوا منها باش يكونوا عضو من البريكس، وخرج وزير خارجيه سيرغي لافروف قال لهم الجزائر ما عندها لا هيبه، ما عندهم لا هيبه لا وزن لا موقف دولي. تماك معناها عطاوهم ميساج رساله انه ماناش نحميو فيكم وانه تخلينا عليكم، رحتوا حشيتونا مع الاوروبيين، هما حنا قصينا لهم الغاز باش نعملوا عليهم الضغط وانتم عطيتوا لهم الغاز من الجزائر. بون هذا كان بين قوسين. بدات الازمه مع فرنسا في هذا الامر هذا تاع اوكرانيا وروسيا، ولحقت الازمه بدات تتطور، وبعدها فرنسا بدات تتمل تصرفات ولادهم وتصرفات بعض المسؤولين الجزائريين. يروحوا لفرنسا يروحوا ينتهكوا عرض بعض البنات، يروحوا يعني يغتصبوا بعض البنات، ويروحوا يدخلوا الدروغ معاهم، ويدخلوا معاهم دراهم في لي فاليز ديبلوماتيك باش يبيضوها في فرنسا بالدراهم مسروقه، وكانوا يعملوا واحد الاعمال مشبوهه ويعملوا صفقات مشبوهه في فرنسا. فرنسا بدات تحذر فيهم شويه بشويه. وبعدها زاد تطور الامر لهذوك الجزائريين المغتربين اللي ولاو يعملوا في مشاكل ويسطوا على الناس والسرقه والاختطافات وكدايا في فرنسا. هذوك الجزائريين اللي راحوا حراقه قالوا لهم ما استرجعوهم، العصابات السلطه قالوا ما استرجعوهمش. وبعد زاد تطور الامر لما فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء، ثم خلاص ضربوا معها. وهذا دليل ثاني اللي كما قلت لكم في الفيديو السابق، البوليزاريو يحكم فينا. ايماجينيو نتوما مصير دوله كامل يلعبوا به على جال بوليزاريو، على جال حفنه نتاع الناس، حفنه نتاع الناس ماهوش جزائريين يحميو فيهم، راحوا دخلوا البلاد في حيط. بوليزاريو قالوا لهم كيفاش فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء ما لا قطعوا علاقات مع فرنسا، عطاو امر تلبون ابراهيم غالي قالوا دوك تقطع العلاقات مع فرنسا. وهذا دليل انه بوليزاريو يتحكم في الجزائر. مره ثانيه يعني يقولوا فيديو ثانيه صح. التم زادت تكدست الامور، التم زادت تعقدت اكثر. علاه؟ لانه ولات مساومات بين البلدين، الجزائر ولات تعمل مساومات لفرنسا، ولات تعمل لهم في شونطاج. فرنسا واش يديروا؟ وزير الداخليه اللي كان برونو روطايو يجبد لهم ملف اختطاف معارض الجزائري امير ديزاد من طرف بلطجيه مجرمين ارهابيين في القنصليه الجزائريه في باريس. وهذا دليل ثاني اللي قلت لكم اللي راهم في السلطه درك ارهابيين ومجرمين وكلش. هذا دليل ثاني، حاطين ارهابيين مجرمين بلطجيه بالك خارجين من الحباس كامل، باعتين لهم القنصليات تاع الجزائر في الخارج، ويعطيوهم اوامر باش يعملوا اعمال اجراميه وباش يتجسوا على الجزائريين، باش يختطفوا الجزائريين، باش يقتلوا الجزائريين. مع انه مهام القنصليه هو حمايه الجزائريين وليس العكس، مع انه مهام القنصليات في العالم هي حمايه الجزائريين وليس العكس. ماشي تختطف جزائري على انه رايه الشخصي ما يقابلش رايك انت تروح تختطفه، ولا انه راح جزائري غاضتو بلاده وغاضوه الناس بلاده ويشوف الظلم في بلاده، راح رجع ينتقد ورجع يفضح بعض العصابات في الجزائر، تروح تختطفه نتايا، تبعت له ناس في بلد دوله اخرى تختطفوه وتحب تقتلوه وتحب. هذا راهو مش اجرام برك، هذا راهو فات الاجرام اللي صح. فرنسا جبدت لهم الملف هذا ثقيل جدا. علاش ثقيل جدا؟ لانه فرنسا واش دارت؟ عطاتو العداله الفرنسيه عداله مستقله. العداله الفرنسيه عداله مستقله، ما يحكم فيها لا رئيس جمهوريه ولا وزير ولا جنرال ولا حتى واحد ما يحكم في العداله الفرنسيه. عطاوها العداله صح. كي جبدوا الملف وعطاوها العداله، العصابات الارهابيه في السلطه ولاو يبولوا في سراولهم. علاه؟ لانه مشروع اختطاف المعارض الجزائري امير ديزاد كان بأوامر من سلطة عليا جدا، سلطة عليا كان من الرئاسة ومن الرئيس نفسه. الرئيس نفسه تبون هو من أمر باختطاف معارض الجزائري أمير ديزاد، ودخل فيه ولاده داخلين في الأمر، وداخلين فيها جنرالات كبار. تبون واش يدير ولا يبول تحته من الخوف.
واش يديروا هما كوم يتعنتوا في غبائهم، وانا قلت لهم شحال مره غباءكم سوف يؤدي بكم الى الهاويه، شده غباءكم وتعنتكم حيديكم الهاويه. هما واش يديروا في عرض لي كالميو لو جو، في عرض لي يهدنوا الامور، راحوا يزيدوا يطاكيو، يهربوا للامام يهربوا للامام، راحوا يزيدوا يطاكيوهم، يطاكيو فرنسيين. واش يديروا لهم؟ يبداو يسبوا فيهم عبر ابواقهم، عبر الصحافه تاعهم، يبداو اختطفوا واسمو اختطفوا هذاك صنصال وداروا لهم به شونطاج، ودركا مختطفين مواطن فرنسي واحد اخر يديروا به شونطاج. هذا هو الارهاب. انا قلت لكم ارهابيين، كانوا ارهابيين في السلطه، والارهابيين واش يديروا؟ يقتلوا يختطفوا ويسرقوا ويعملوا المساومه والشونطاج، هذا هو عمل ارهابي. دونك اتفكروش قلت لكم التعامل، اختلاف التعامل بالعصابه السابقه والعصابه الحاليه. العصابه السابقه صارت لها مليون بروبليم مع فرنسا بصح ولا مره عملوا مساومه واختطفوا ما داروش. هادوكم كانوا ارهابيين ما يعرفوش يسيروا دوله، كانوا مجرمين وارهابيين وقتله، وكانوا في الحباس ويخدموا في الدروغ ويختطفوا عملائهم اللي يخدموا معاهم ويقتلوهم ويديروا لهم مساومه. دونك هذه هي اساليبهم في التحرك وفي التعامل، هذا هو اسلوبهم. ما عندهمش يسون ليميتي، معناها محدودين بهذا الاسلوب، ما عندهمش اسلوب واحد اخر. دوكا اليوم في السلطه في الجزائر لو كان تقول له نديروا افير نخدموا كذا، ما عادش يفكر بعقله، هو عارف يفكر بالعنف والضرب والسب والشتم والتهديد، وهذا محدودين دايرين هكذا. انا شفتهم هاد مره في القنصليه كي دخلت يبدا ديريكت يعيط معاك ويسب فيك وكذا، ما دوش قال لي معناها علاش قلت لكم يوتيليزي في كلام فاحش، قال لي معناها نتايا جاي تقول لنا روحوا تقودوا كامل هكا. قلت واش هاد الكلام راك تدخل فيه؟ واش هاد الكلام هذا؟ انا ما قلتش، اولا انا ما قلتش، وثانيا احترم نفسك واحترمني كيما راني محترمك، على خاطر دوك انا نتقلب عليك كيما راك مقلوب علي نتقلب عليك، تولي في كلام اخر. يا اخي هذاك الفيس كونسول دار له هكذا شغل بعينيه تاع تكلمه، فهمتوني ولا لا؟ دونك هما واش يديروا؟ راحوا يختطفوا صنصال ويختطفوا مواطن فرنسي ولا يعملوا لهم في التهديد والمساومه. بصح وشنو؟ ماشي تهديد مباشر وماشي مساومه مباشره، هما عمرهم ما يسترجلوا انهم يرفدوا التليفون عيطوا الفرنسي يهدوهم ديريكت، نو، عبر الخبر، جريده الخبر وجريده الوطن وجرائد شوف هذيك الجيحه هذيك ولاد صغار ما يديروهاش. كنعرفك راجل يتبون في التليفون عيط ماكرون قول له شوف روح داو ندير لك، نعرفك راجل هاي قدام الجزائريين ديرها، ما تسترجلش على خاطر. بون نكملوا حديثنا. بداو يديروا لهم في المساومه. فرنسا واش دارت؟ ضربتهم دوسي الاول اللي هو اتفاقيه 2013 اللي تنص على ان ولادهم وهما الحاشيه تاعهم ويدخلوا لفرنسا من غير فيزا، يدخلوا باسبور دبلوماتيك سامبل ما فيش ما فيزا يدخل لفرنسا. ومات فرنسا واش تكتشف امور غريبه، انه ولا كل من هب ودب في الجزائر يعطيو له باسبور دبلوماتيك ويدخل لفرنسا، ولاو حتى صحابهم اللي يقعد معاه في القهوه واللي يشيش معاه واللي يدروكي معاه وصاحب بنته وصاحبة وليده وكذا يدير لها باسبور دبلوماتيك تروح فرنسا من غير فيزا. فرنسا قال لك شاد لها مالها وشاد لها ماش هذا. وعلى بالك كي يروحوا لفرنسا ما يروحوش كيما المواطن الجزائري المحترم، احنا مواطنين جزائريين محترمين كي نروحوا لفرنسا يحترمونا خوك، واو الجيريا نتايا، واو نروحوا لي موزي، نروحوا لي يونيفرسيتي، نروحوا نشوفوا ليستوار، نروحوا للبلايص محترمين، نروحوا نقعدوا في لي بو ريستورون، نروحوا نحكيو مع الناس بواحد الطريقه وكي يقعد معك في الطابله تجبدلو في الثقافه خوك، واو وين خليت انت تحكي له تشوف شحال تهضر من اللغه تشوفك واو. هما يروحوا سامحوني على الكلمه بارونتيز، يروحوا لي بوردال ديال الدعاره، يروحوا للقمار، يروحوا لي كافيتيريا تاع العرب هذوك شطيح ورديح، يروحوا للترافيك ويدخلوا معاهم الدراهم، يروحوا تبييض الاموال في فرنسا. هذا واش يعرفوا؟ سي دي فويو، ما يعرفش يقول عندك الميوزي، يقول واش ندير انا الميوزي؟ انا ندير في الميوزي انا ديني وين كاين الخماج والفساد والنساء والبنات والدروغ وهذا، هذيك هي شغلتهم، فهمتوا؟ بون فرنسا ضربتهم بقانون 2013 اللي مسحوه لهم فمهم، قالوا ما تجوش تدخلوا لفرنسا. هبلوا عباكم باللي هبلوا خلاص، هبلوا
هبلوا. واش يديروا قانون تجريم الاستعمار، قانون تجريم الاستعمار، والنواب كاع لابسين حاشيه هذوك يصفقوا لهم بني ويوي. قانون فرنسا مجرمه، فرنسا تعودنا على جرائم الحرب، فرنسا قتلت 1.5 مليون جزائري، تجريم الاستعمار. انا قلت لكم في فيديو سابقه، كتبت تدوينه في الفيسبوك هجموا عليا، قلت لهم دوك بعد ايام يروحوا يمسحوا الصباط الماكرون ويتراجعوا على القانون هذايا. قلتها مازال تدوينه عندي صوره تاعها. تراجعوا ولا لا تراجعوا. تعرفوا واش معناها تراجعوا؟ معناها طلبوا السماح لفرنسا. كي داروا قانون تجريم الاستعمار فرنسا ضربتهم بدوسي، قالوا لهم ياو اي بالكم لي الدوسي اللي عندنا عليكم. وماشي في فرنسا برك، في العالم. فرنسا المخابرات تاعها عندهم الدوسي تاعهم في العالم، واش حيديروا في دبي، واش حيديروا في اسطنبول، واش حيديروا، عندهم كامل الدوسي تاعهم بالتصاور بلي فيديو بكل شيء. جبدوا لهم الدوسي تاع ممتلكات تاعهم وتاع عائلاتهم وتاع اولادهم. حتى كي يشري شاطو فيلا وابارتمون في باري في لافني فوش ولافني هوش ولو شانزيليزي وما يعرفوا شنو في اسمها هذيك لافني مونتانيو، شاريين غير في البلاصه الطوب. حتى كي يشيروا بلي بريتنون فرنسا على بالها، وتبييض الاموال والدروغ اللي دخلوها، وصحاباتهم شكون اللي شاريين صحاباتهم دي زابارتمون في باري، عندهم كامل الدوسيات عليهم. فرنسا جبدت لهم الملف هذاك. خليك احبس. راحوا عيطوا لهذاك الجرد تاعهم، هذاك الموسخ سعيد سعيود، قالوا له استدعي وزير الداخليه الفرنسي وقول له رانا قابلين كل الشروط. ولكن وزير الداخليه الفرنسي كان قال منذ اسبوع، قال لهم احنا باش نتفاهموا مع الجزائر عندنا شروط. وعيطوا له كير خاس. اسمعوا يا المغاربه، اسمعوا يا المغاربه، هذيك الفضيحه اللي انا عايشينها. اسمعوا يا المغاربه، هذاك الرخص اللي انا عايشينه بفضل عصابه اللي حاكمه في بلادنا. اسمعوا وضحكوا علينا. لكم الحق يا المغاربه، لكم الحق، لكم 1000 حق تضحكوا علينا، لكم 1000 حق تضحكوا علينا. هاد الجردان اللي هم في السلطه في الجزائر ما صبنا لهمش حل. قال لهم عندي شروط. السيد هما العصابات السلطه اللي هم في السلطه ما مش عارفين شروطهم. هما محاسبين غير يعطيو له البلاد، ويعطيو له بترول، ويعطيو له كل الصفقات، ويعطيو له يبيعوا له كامل البلاد. دخل لينا برك في السلطه وسمح لنا وعاود رجع لنا وراق تاع فرنسا. هذا ما كان. هما محاسبين هكذا برك، ما مش عارفين واش كاين ما بين شروطهم. ما بين شروط وزير الداخليه الفرنسي تعرفوا شنو؟ نقول لكم ولا ما نقولكمش؟ سقوط رؤوس. ما بين شروط وزير الداخليه الفرنسي سقوط رؤوس. عنده قائمه تاع رؤوس في السلطه، يقول لهم تنحيهم ودخلوهم الحبس، ومن بعدها يتقتلوا بالانجكسيون زريقه. هادو هما ما بين شروط وزير الداخليه الفرنسي. صدقوني نقول لكم حاجه يا اخي، انا كل ما نقول لكم حاجه تصير صح. على بالكم هاد الزياره تاع وزير الداخليه الفرنسي ما يكونش فيها نتيجه. دوك يعاود يروح ويعاودوا يسبوا فرنسا ويعاودوا يضربوا معاها، ما تكونش فيها نتيجه. ونعطي لكم دليل، انا نعطي لكم دليل بيان سور. علاش قبل وزير الداخليه هذا اللي جا، علاه ما جاش وزير الخارجيه من قبل؟ يا اخي جا وزير الخارجيه من قبل، قعد ميم با نهار في الجزائر، جا الصباح راح العشيه. وهل اسفرت زيارته عن نتيجه؟ ما اسفرت على حتى نتيجه، صفر. علاه؟ لانه ما بين شروطه كان نفس الشيء، قال لهم بعض الرؤوس ما نحبوهاش تقعد في السلطه. عاود راح ما تفاهموش معاه وعاودوا سبوه. دركا وزير خارجيه فرنسي نفس الشيء، قل لهم بعض الرؤوس ما تقعدش في السلطه، رايحه تسقط من السلطه. زيد نقول لكم حاجه، كاين واحد اللبنانيه اللي تشوفوها هذيك اللي تعمل تكهنات، وانا ما نمنهاش بزاف باسكو دخلت في علم الغيب وكامل، وحنا مسلمين وما نحبوش هذا الغيب، وهذا يعني حاجه سافهه تافهه لا معنى لها ولا اساس لها من الصحه. معليش ما بين تكهنات تاعها فيما يخص الجزائر، قد لك حتى تسقط كثير من الرؤوس من السلطه في الجزائر.
دوكا قبل ما نكملوا نخصصوا 5 دقائق ما حدث بين امريكا والجزائر. يا اخي تفكروا الجزائريين قبل اسبوع ولا اسبوعين جاء هذاك مصاد بولوس للجزائر، وبعد خرجت ابواق النظام تقول لك العلاقات الجزائريه الامريكيه جيده جدا، راهي قويه جدا، امريكا راهي يعني تشكر في الجزائر على حسن العلاقات وعلى محاربة الإرهاب والعلاقات الثنائية الجيدة جدا. صح، كي العلاقات الثنائية جيدة جدا، علاش دونالد ترامب طرد إليزابيث مور أوبين اللي كانت سفيرة الجزائر، سفيرة أمريكا في الجزائر، علاش طردها؟ هذه واحدة. على بالكم باللي أنا شخصيا بعثت لها رسالة ووصلتها، صدقوني وصلتها، عندها واحد العامين هكذاك بعثت لها رسالة قلت لها انتي راكي متواطئة مع عصابات إرهابية في السلطة وانت تعرفي تاريخهم وعندك كل معلومات عليهم وتعرفيهم باللي هاد الناس كانوا يذبحوا في ولاد صغار، كانوا يعذبوا في الناس، كانوا يقتلوا في الناس، كانوا يحرقوا في الناس. اوكي صح صح. ما جاوبتنيش، ما انا عندي، انا عارف باللي وصلتها الرسالة. دونالد ترامب وش قلت لها تاني؟ قلت لها انت اللي راكي تعملي فيه راهو معاكس لسياسة امريكا اللي مبنية على اساس الديمقراطية وحقوق الانسان والحرية وكذا 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 وكذا. جاء دونالد ترامب طردها، وانا كنت عارف. على بالكم انا من محبي دونالد ترامب باش تكونوا عارفين، وانا نحب دونالد ترامب من قبل ما يكون العهده تاعو الرئاسيه الاولى، من قبل كان مازال ما ولاش رئيس كامل في الامريكان. انا كنت نساند فيه ونشجع فيه، ودخلت حتى في حركه ماغا تاع دونالد ترامب باش تكونوا عارفين، ويتواصلوا معايا ونتواصل معاهم وكلش، ولكن من دون ذكر الجزائر معناها الا في اطار مسانده الرئيس الامريكي. اوكي باش تعرفوها. واذناب السلطه وعبيدها خبطوا راسكم في الحيط، قولوا خاين، قولوا واش تحبوا، ما يهمنيش فيكم كامل، خاطر انا سويان كنديان. اوكي عندي جنسيتين وعندي حق نعمل اللي نحب واني حر ندير واش نحب. اوكي صح. انتوما دونالد ترامب اللي تقولوا علينا احنا خونه وكذايا، انتوما دونالد ترامب ما بعث لكمش حتى سفير، ما بعثت لكمش سفير تقولوا حسن العلاقات واحنا علاقات قويه ومتينه وصلبه مع الولايات المتحده الامريكيه. علاش ما بعثت لكمش سفير؟ علاش في الرباط في المغرب كاين سفير امريكا؟ في المغرب كاين سفير امريكا، علاش انتم ما بعثت لكمش سفير؟ بعثت لكم رجل اعمال راح يولي قائم بالاعمال في السفاره الامريكيه في الجزائر، وهذا القائم بالاعمال من اشد اعداء العصابات الحاكمه في الجزائر. هذه علاش جريدة الخبر تاعكم تاع لي فوي وهذيك الجريدة القادرة هذيك على ما تقولهاش؟ ها؟ دركا كي يجي الجزائر تاني تزيدوا تخرجوا الكاميرا وتقول العلاقات الصلبة والعلاقات المتينة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. هو قائم بأعمال ماهوش سفير، معناها دونالد ترامب زق عليكم وبعث لكم رسالة باش يقول لكم حضروا أنفسكم أو رايح يعدمكم ولا يرفدكم كيما مادورو. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهمتوا ولا مازال ما فهمتوش؟ ها؟ وما تنساش بلي او داير لكم او داير لكم في القائمه تاع الناس الغير مرغوب فيهم في امريكا، داير لكم في القائمه، دونك ما تنساوهاش هذه. بون عندي ابل اورجون سيدو يا سيستي عيط لي، دونك الفيديو هذه فيها تكمله من بعد، والسلام.